نيجيريا بتكسب مصر ركلات ترجيح على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. يعني انت حتى المركز الثالث مش عارف تاخده. نيجيريا اللي هي ما لعبتش قصادك ب2 جنيه كورة. نيجيريا اللي هي ما نزلتش بالقوة الضربة في أول ماتش، عشان بالنسبة لها ده ماتش تالت ورابع، زي ما أنت عملت في تشكيلتك وما نزلتش بالتشكيل الأساسي، القوام الأساسي بتاعك اللي هو ويعلم ربنا حتى لو نزلت بيه برضه مش هتعرف تعمل حاجة. كمية تخاذل، احنا بنعيش في أسوأ حقبة في تاريخ المنتخب. أسوأ حقبة، حقبة صلاح واللي معاه. زبالة. بص، يعني دول فعلا. يعني استثني منهم كام شخص بس، ممكن هم اللي يقدروا مثلا يستحقوا ان هم يروحوا معاك كاس عالم. ويعلم ربنا احنا معانا، ما يبتالي معانا دولة اسمها هايتي ولا هايدي معانا في المجموعة بتاعت كاس العالم. دي الدولة دي وارد جدا ان هي تكسبك لو انت فاقد لاساسيات كرة القدم بالمنظر ده. ده احنا باصة في التانية مش بنعرف نكمل التالتة. ما بتعملش حاجة. انت ما بت... انت حتى مش بتروح على الجون، حتى بقول مثلا دي فرصة خطيرة، يا دي كان ممكن تيجي، يا ده مش عارف ايه، ما فيش. انت ما بتخشش ال 18، يعني ال 18 بتاعهم ما بتروحوش. انت بتنجل الكرة في تلت ملعبهم هم. طب فين؟ وبعدين انت بعد ما تنجل ايه بتعمل؟ طب حتى يا ريتك مستحوذ ماسك كرة كويسة. ده هم باصة في التانية ما مش بيسيبوك تكمل، فبيقطعوها منك. لعيبة مش عارفة تلعب كورة. عارف يعني ايه لعيبة قوام منتخب زي منتخب مصر؟ واحنا بعبع افريقيا، واحنا معانا 7 افريقيا، ودي حجة البليد مسح السبورة. يعني انت بتقول معاك 7 افريقيا، فين؟ حافظ عليها، هات التامنة. طبعا عشان اجيب التامنة في ظل التطور اللي حاصل والتكنولوجيا دخلت في الكورة، وفي اكاديميات وفي ملاعب وفي تطوير في كرة القدم، ناس مهتمة. بص على المغرب، انت بتعاير المغرب؟ انت بتعاير المغرب على ايه؟ حتى لو المغرب تاريخها حديث، من المغرب عاملة قوام مؤسسينه من البراعم لحد المنتخب الكبير اللي هو بكرة هياخد افريقيا باذن الله. المغرب تجربة تستحق الدراسة. تعب على المغرب. المغرب دي ده انت تروح تبعت وفد وبعثة كده من عندك، تطلع على المغرب تقول لهم علمونا ازاي نعمل ملف تطوير لكرة القدم في البلد زيكم، ويضرب لها تعظيم سلام وانت ورايح هناك. احنا كل ما هنتهزم نقول احنا معانا 7 افريقيا. افريقيا مين يا عم اللي انت بتحكي فيها دي؟ الكورة اتغيرت. ليه؟ احنا زي عاملين، احنا حضارة 7000 سنة. حلو، عندك تاريخ ابني عليه. اعمل انت حضارة، اعمل انت حقبة، عشان في التاريخ بعدين يذكرك ان انت كنت من افضل الفترات اللي عدت في تاريخ مصر، سواء كنت في الكورة او في الدولة نفسها. لكن هنفضل نقعد نقول 7000 سنة حضارة، سبع مرات ابطال افريقيا. طب وبعدين هنفضل عايشين على الذكرى دي كام سنة؟ كام سنة؟ من 2010 احنا في 2026، 16 سنة مش عارفين ناخد افريقيا. ليه؟ بنوصل نهائي مرتين. طب ونطلع من نص نهائي وهناخد مركز رابع. طب ايه هو ده؟ لحد امتى؟ ونطلع من دور 16 وبلاوي. ليه؟ ده احنا كاس العالم ما كناش اساسا هنصعد لولا ما قوانين كاس العالم اتغيرت اصلا. لولا ما قوانين كاس العالم اتغيرت وعدد المقاعد زاد. ودي كمان تبقى مصيبه في حد ذاتها، ان احنا كمان ما نصعدش. ان احنا كمان يعني حتى ولما المقاعد بتاع كاس العالم زودوها، كمان مصر ما تصعدش. دي في حد ذاتها انت تروح تدفن نفسك، تجيب صباره وتدفن نفسك. يا اما تجمد نشاط الكوره في مصر، جمد نشاط الكوره وطلع لعيبه واسس لعيبه، وخلي فيه هويه للكوره في مصر، هويه. احنا من ساعه حسن شحاته واحنا من اخر جيل هو كان بيلعب كره هجوميه، كان بيلعب كره نظيفه، كان بيلعب كره فيها جراءه، كان بيلعب كره فيها رجوله. احنا هنا بنعمل ايه؟ انت بتقدم رجوله في الدفاع، حلو. طب فين الهجوم؟ لا احنا ما عندناش والله. ما عندناش هجوم. مش هنضحك على بعض. اسماء على الفاضي، صلاح ليفربول، مرموش السيتي. ايه؟ مفيش مستوى. مفيش خالص، ما عندناش. بص على التجارب اللي حواليك، بص شوف، طور الكوره في مصر، خلي فيه هويه.
حط تكتيك، حط هوية ليك. انت في مصر، انت تاريخك الكروي مش هين. اعمل ده، تاريخك يسمح لك. طور من نفسك. ما يبقاش فيه محسوبية، ما يبقاش فيه شركات، ما يبقاش فيه فلوس داخلة. دور على المواهب، انزل الشارع، بص على الاكاديميات اللي هي الاكاديميات اللي محدش شايفها. بص على لعيبة الشارع، هي دي اللي هتعرف تطلع منها جيل محترم. جيل بتاع بابي ومامي وانا رايح التمرين وبدفع فلوس لابني عشان يكون في اكاديميه كذا، عشان بعدين يطلع ويبقى زي محمد صلاح. بالمنظر ده ما فيش حد هيوصل الربع محمد صلاح. ومحمد صلاح ده كان طفره، طفره، وصعب ان ممكن تتكرر الا لو الكوره في مصر حالها اتعدل. هتلاقي في مليون واحد زي محمد صلاح، لان محمد صلاح ده طلع من الشارع، طلع من القريه، مع احترامي لكل الناس، بس طلع من بيئة بسيطة. ما كانش بيقول بابي ومامي بيودوني التمرين، ما كانش حد بيدفع له فلوس، ما هو نجح. طب ما اكرر انا التجربة، العب انا على التجربة دي تاني، اشوف 10 و20 و40 زيه واحسن منه كمان، وانه في احسن كتير من محمد صلاح، انا واثق من ده كويس. الكرة في مصر محتاجة تتفور، والجيل ده ما ينفعش ان هو يلعب كاس عالم اساسا. استثني كم واحد وارمي الباقي على جنب، ومش هقول اسماء.